قرية شيخ سنديان قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب، وتقع في منطقة جسر الشغور، وهي قرية كبيرة عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، وكلهم كرد، ولكن للأسف لا يتكلمون الكردية. يعمل سكانها بالزراعة، ويمتلكون أراضٍ على ضفاف نهر العاصي، ويعملون بهذه الأراضي، وهم يشكلون النقطة الأولى لسهل الغاب، أي بداية سهل الغاب. هذه هي معلومات مختصرة عن قرية شيخ سنديان الكردية في محافظة إدلب منطقة جسر الشغور. هذه المعلومات أرسلها لي أحد أبناء منطقة جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم الكرد في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد.